السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد صابر ارتست، وهنستكمل مع بعض دلوقتي الدرس رقم 18 من كورس الاساسيات. وكنا خلصنا المرة اللي فاتت قائمة لاير، وهنكمل دلوقتي بقائمة تايب. وطبعا زي ما قلنا ان قائمة لاير مش بس قائمة، هي كمان ليها علاقة باللايرز. هنا كمان التايب مش بس قائمة تايب، ده هو ليه علاقة بالتكست. دلوقتي انا هاجي اكتب كلمة، طبعا اول ما هتستخدم التكست لاير عندي اول حاجة في قائمة تايب البانلز. طبعا كنا شرحنا الكاركتر بانل والباراجراف بانل في الدرس التاسع المتعلق بأداة التكست. عندنا هنا الكاركتر ستايل، كمان انا اقدر احط ستايل معين للكاركتر او الباراجراف. يعني ايه ستايلز؟ ممكن اثبت الاعدادات اللي انا هختارها. لو اخترت مثلا كاركتر ستايلز بانل هلاقي ظهر لي كاركتر ستايل كده، تمام. باجي ادوس هنا واختار كاركتر ستايل جديد وبضغط عليه دبل كليك، وبغير مثلا هنا في الاسم بتاعه في الستايل، مثلا هسميه محمد صابر، وبختار خط معين. هختار الخط ده لبستر، وبختار حجم معين، هختار 60 مثلا. وطبعا بتظبط باقي الاعدادات بتاعتك زي ما شرحنا في التكست. وهنا بتختار اللون بتاع الخط احمر مثلا، وبتظبط هنا وبتدوس اوكي. كده الاعدادات اللي انت ظبطتها دي تقدر تجيبها تاني وتطبقها على اي خط موجود عندك. لو عندي مثلا خط تاني مكتوب محمد صابر، وجيت غيرت الخط ده لاي خط تاني، وعايز اظبط عليه الاعدادات اللي انا ظبطتها دلوقتي دي، باجي هنا طبعا عند الكاركتر ستايل وبدوس هنا. بتلاقي ان كل الاعدادات اللي انت ظبطتها بتلاقيها موجوده. لو جيت تدوس كده دبل كليك هتلاقي هنا الخط اللوبستر، وهتلاقي المساحه 60، وهتلاقي اللون الاحمر والاعدادات اللي انت اخترتها. طيب اجي ارجع. طيب انا لو جيت فتحت الكاركتر بانل تاني، تمام، طبعا هطبق اللي انا عملته ده الستايل، تمام، هتلاقي اتطبق معاك. لو جيت بقى هنا انت عايز تغير، هنختار خط تاني مثلا، ونختار 48 حجم الخط، ونختار لونه ازرق. لو انت عايز تثبت الاعدادات دي في الكاركتر ستايل هتيجي هنا وتدوس على علامة الصح، هتلاقي ان هو استبدل لك الاعدادات اللي موجودة دي بالاعدادات اللي انت كنت مسجلها. لو جيت تفتح كده محمد صابر هتلاقي الاعدادات اهي اللي احنا لسه مظبطينها دلوقتي، تمام. واقدر اطبقه على اي خط. هاجي على الخط ده مثلا كده وهطبق عليه الكاركتر ستايل، هتلاقي اهو. لو جيت تفتح هتلاقي الخط اللي احنا لسه مختارينه دلوقتي، تمام. هرجع كمان. اللي انا طبقته على الكاركتر اقدر اطبقه على الباراجراف، تمام. بعمل باراجراف معين وباجي هنا عند البانلز وبختار باراجراف ستايلز بانل، وبعمل طبعا ستايل للباراجراف جديد، وببدأ اغير زي بالظبط الكاركتر، بس هنا ده الباراجراف، تمام. خلينا بنشرح على الكاركتر ستايل. طيب انا لو جيت دلوقتي وعملت فايل جديد وكتبت هنا محمد هاجي هنا مش هلاقي في الكاركتر ستايل في حاجة موجودة، واللي انا كنت عامله هنا حاجة تانية لوحده.
هنا موجودة وهنا مش موجودة. طيب انا اقدر اعمل لود للكاركتر ستايل ده وادخله جوه الفايل التاني من حاجة اداها لنا الفوتوشوب في الفوتوشوب CC. عندنا هنا من قائمة التايب بتدوس سيف ديفولت تايب ستايلز، تعمل له سيف، وبتيجي هنا عند الفايل اللي انت عايزه وبتدوس تايب لود ديفولت تايب ستايل وبتدوس ريبليس. بيحط لك الاعدادات اللي انت كنت مظبطها في الكاركتر ستايل وتقدر تطبقها على الخط اللي قدامك. تدوس كده تمام. اقفل الملف ده. طبعا تقدر تعمل ديليت للكاركتر ستايل من هنا، بتدوس ديليت وتدوس يس، او ممكن تدوس من هنا ديليت ستايل وتقدر تعمل له دبليكيت وتقدر تغير اسمه وتقدر تحمل او تعمل لود لكاركتر ستايل من عندك. تمام. وطبعا زي ما قلنا نقدر نعمل سيف من هنا واللود. تمام. ومن هنا نقدر نعمل كاركتر ستايل جديد زي هي اكننا دوسنا هنا بالظبط. تمام. وهنا دي الستايل اوبشن اللي هي اكننا دوسنا دبل كليك. تمام. موضوع مش صعب وبسيط جدا. هنقفل خلاص الكاركتر ستايل. عندنا هنا باقي قائمة تايب. عندنا الانتي الياس، طبعا دي اللي موجودة عندنا من هنا زي ما شرحناها قبل كده في التكست. عندنا بعد كده الاورينتيشن، ودي الوضع اللي احنا مختارينه اللي هو الكتابة بالشكل عرضي. ممكن تختار الفيرتيكال يعمل لك الكتابة بشكل طولي. تمام. نيجي نرجع. عندنا بعد كده الاوبن تايب، طبعا كنا شرحناها هنا مع التكست. عندنا بعد كده الاكسترود تو 3D، ودي بتحول التكست بتاعك ل 3D وهنبقى نشرحها مع قائمة ال 3D ان شاء الله. عندنا هنا الكريت ورك باص، دي بتحول التكست اللي عندك لباص وتقدر تعدل عليه او تشتغل عليه بأداة البين تول. تمام. وتقدر برضو عن طريق الباص سيلكشن تول والدايركت سيلكشن تول تتحكم في الباسز اللي موجودة عندك. نرجع. عندنا بعد كده convert to shape، دي بتحول التكست اللي موجودة عندك لشيب. تمام. عندنا بعد كده resize type layer، دي بتحول التكست لاير اللي موجودة عندك للاير عادي. طبعا وكنا قلنا اكتر من طريقة نقدر نعملها بيها، زي مثلا ان احنا ممكن نختار resize ونختار التايب. تمام. او بندوس كليك يمين على التكست لاير كده وبنيجي هنا ريسترايز تايب، تلاقيه اتحول معاك للاير عادي. نرجع. عندنا بعد كده convert to paragraph text، دي بتحول لك التكست اللي انت كاتبه لباراجراف. تمام. عندنا بعد كده الورب تكست، دي كنا خدناها واحنا بنشرح التكست، تلاقيها موجودة عندك هنا الورب. تمام. عندنا بعد كده الفونت بريفيو سايز، هنا بيوريك حجم الخط لو انت عايز تشوفه من هنا بشكل اكبر. بتيجي تختار من هنا من التايب وتختار لارج، هتلاقي عرض الخطوط كده بقى شكله اكبر. ممكن تختار اكبر من كده كمان. تمام. وتقدر تصغر برضو، ويفضل ان انت تخليها ميديوم. عندنا بعد كده اللانجويج اوبشنز، دي طبعا هنا اللغة، تختار اللغة بتاعتك. تمام. نقفل الملف ده. ساعات ممكن تفتح ملف البي اس دي وتلاقي علامة التكست عليها علامة تعجب كده، ده معناه ان الخط ده مش معمول له انستول في الكنترول بانل او في الفونتس عندك. تمام. وبمجرد بس ما بتدوس عليه دبل كليك كده بتطلع لك رسالة بتقول لك اسم الخط ايه
هنا اهو اسم الخط، وبتدوس انت اوكي. طبعا الخط مش موجود فبيعمل لك ريبليس وبيستبدل لك الخط الموجود، بحيث تختار خط تاني تقدر تعدل على التكست. تمام. طب انا لو عايز اعمل ريبليس لكل اللايرز اللي موجوده عندي، بختار من هنا من قائمه تايب ريبليس اول ميسنج فونتس، هتلاقي كل الخطوط اللي عليها علامه تعجب اتشال من عليها واتعمل لها استبدال. هنقفل الملف ده عشان نشرح البيست لوريم ابسوم. لو عملنا باراجراف كده وبنعمل تصميم مثلا وعايزين نحط نص مؤقتا كده لحد اما نعرف النص النهائي ايه وبعد كده نعدله، الفوتوشوب هنا بيديك حاجه اسمها بيست لوريم ابسوم. دي انت بتقدر تعمل نص وهمي، لو دوست كده هيديك نص وهمي، طبعا تقدر تجرب عليه. تمام. ولو جيت تطول كده الباراجراف، تمام، هنخش بعد كده على قائمة select. عندي اول حاجة في قائمة select all، ودي منها اقدر اعمل select على اللاير كله، بيعمل لي تحديد، واختصارها كنترول A. ومن هنا كنترول D اللي هي دي select، بلغي التحديد اللي انا عملته. عندي بعد كده الانفيرس بتعكس لي السلكشن بتاعي، كنا شرحناها قبل كده مع السلكشن بس هنوضحها تاني كده بشكل سريع. لو انا حددت الجزء ده كده وخدت كوبي، طبعا باخد الجزء ده بس، ارجع. اما لو جيت عملت انفيرس من هنا او من هنا، بيعكس لك التحديد. لما تيجي تحدد هتلاقي نفسك ان انت محدد على الجزء التاني ده. تمام. نرجع. عندي بعد كده all layers. لو انا عندي اكتر من layer هنا موجودين، اقدر اعمل عليهم تحديد كلهم من هنا all layers، واختصارها alt control A. تمام. وممكن اعملها بطريقة تانية، ان انا بدوس كنترول وباجي من اول لاير وبحدد على اخر لاير وبدوس كنترول شيفت وادوس كليك كده، بيعمل لي سيلكت اول عليهم. عندي بعد كده طبعا لو انا محدد عليهم كلهم كده، بقدر اعمل دي سيلكت لايرز، بيلغي لي التحديد على اللايرات اللي انا عامله ده. عندي بعد كده فايند لايرز. طبعا انا اقدر ابحث باسم اي لاير هنا واجيبه، يعني مثلا لو دوست لاير 1 هيجيب لي اللاير ده بس. عندي بعد كده الاوزوليت لايرز. دي طبعا انا اقدر اعزل لاير او مجموعه من اللايرات. لو جيت مثلا عملت اكتر من لاير كده وجيت عند اللاير ده مثلا وجيت عملت له اوزوليت، هيعزلهولي واقدر اشتغل عليه لوحده. طبعا لو عايز ارجع تاني لللايرز بفتح هنا القفل من هنا. تمام. عايز ترجع تاني للاوزوليت ممكن تدوس من هنا. تمام. اللي هي دي سيلكتد، اللايرات اللي انت محددها او اللي انت واقف عليها. تمام. نمسح دول. عندي بعد كده الكالر رينج، ودي مهمه جدا. بقدر احدد لون معين موجود عندي في الصوره واعمل له سيلكشن. تمام. وعندي اول طريقه ان انا بختار لون معين موجود عندي واعمل له سيلكشن. مش بس، كمان ممكن اختار اي لون من دول. انا ممكن اختار الاماكن اللي فيها شادو او الاماكن اللي فيها درجه اضاءه متوسطه او الاماكن اللي فيها اضاءه واعمل لها تحديد. تمام. اماكن اللي ليها شادو. لو اخترت الاخضر طبعا هتلاقي هنا اللون ده فاتح جدا، هو ده المكان اللي هيبقى عليه السلكشن. تمام.
وممكن برضو بختار سيمبلت كولرز، وباجي هنا وبختار لون معين عندي بالاي دروبر. مثلا لو دوست هنا او هنا على اي حاجه هتلاقي ان هو بيجيب لك اللون بتاعها، وده معناه ان هو بيعمل لك عليها سيلكشن. طيب انا هختار اللون الاخضر. طبعا هلاقي فوق ابيض، هو ده المكان اللي موجود عليه السيلكشن. باجي بختار هنا على علامه الزائد وبزود اماكن تانية لحد لما احس انها بقت بيضة خالص كده. ده معناه ان السلكشن كده مظبوط معايا. طبعا من هنا بعمل انفيرت لو انا عايز اعكس السلكشن، وهنا بريفيو ممكن اشوف ايمج وممكن اشوف السلكشن، وهنا برضو ممكن اشوف التغيرات اللي انا بعملها. مجرد عرض بس كده، سواء جراي سكيل او بلاك ميت زي كده. يفضل يكون ناون طبعا عشان يكون اسرع معانا. وبدوس اوكي، بلاقي ان هو عمل لي سيلكشن على اللون الاخضر اللي انا حددته. تمام. ولو دوست ديليت هلاقي ان اللون الاخضر اتمسح. تمام. وهي دي فايدة الكالر رينج. ارجع ولو جيت هنا هتلاقي حاجة عندنا اسمها الفوزنس. دي بقدر برضو اتحكم في الكتل اللونية اللي موجودة عندي في الصورة. تمام. طب هي كده مش باينة. لو جينا مثلا احنا محددين على جزء معين كده وعايزين نبين اللون الاخضر كله، بدل ما كنا بنحدد بالاي دروبر ونعمل علامة الزائد، بنقدر نزود من هنا لحد لما نوصل للدرجة المناسبة. تمام. وبدوس اوكي وادوس كنترول دي عشان الغي التحديد. طيب لو جيت تبص كده هتلاقي ان لسه في اماكن خضرة. تمام. نشيلها ازاي؟ ممكن نيجي لقائمة سيلكت. طبعا هنرجع للتحديد اللي احنا كنا عليه، وهنعكس التحديد عشان يبقى على الصورة اللي موجودة قدامي دي. تمام. واجي اختار من موديفاي كونتراكت. طبعا هنا انا بنقص عدد من البكسل وبدخل السلكشن كله اللي موجود قدامي ده بنسبة معينة، سواء 1 بكسل او 2 بكسل على حسب ما انت عايز. طب انا هختار 2 بكسل. هلاقي ان السلكشن كله دخل كده لجوه بمقدار 2 بكسل. وادوس كليك يمين واعمل سيلكت انفيرس، اعكس التحديد عشان امسح الجزء اللي بره ده، وادوس ديليت. طبعا هتلاقي ان الاجزاء الخضراء اتمسحت. تمام. لو عايز تشوف الفرق تمام. كان هنا في اخضر. تمام. تمام. عندنا بعد كده في الموديفاي، طبعا زي ما كنا خدنا الكونتراكت وان دي بتقلل السلكشن بمقدار معين من البكسل. عندنا بعد كده الاكسباند عكسها، دي بتزود اجزاء معينة من البكسل. ممكن ازود مثلا 5. هتلاقي ان عدد البكسلز زاد في السلكشن بمقدار 5. ارجع. عندي بعد كده برضو في الموديفاي اقدر اعمل بوردر معين، ده بيضيف لي سلكشن معين تاني وبيبعد عنه بالمقدار اللي انا هحطه هنا ده. مثلا 6، هخليه اكبر عشان يبان. خليه 15. هتلاحظ كده طبعا لو جيت وانت عامل سيلكشن وجيت دوست ديليت هتلاقيه بيحذف لك الجزء ده بس. لو جينا نحرك كده السيلكشن
بنحرك السلكشن من هنا من الترانسفورم سلكشن، نيجي نجيبه هنا مثلا على الصورة وندوس اوكي. لو جينا ندوس ديليت هتلاقي ان هو عمل ديليت للجزء ده بس. ارجع عندي بعد كده السموث، وده بينعم لي الكورنر. اقدر اعمل تنعيم للكورنر من هنا، وبزود عدد البكسل ممكن 6. لو تيجي تبص هنا كده هرجع كنترول زد عشان تشوف الفرق، نزودها برضه عشان تشوف اكتر. هتلاحظ ان الكورنر اتعمل لها تنعيم. ارجع عندنا بعد كده طبعا الفيزر، وكنا شرحناها قبل كده وعارفينها. نقدر نعمل تنعيم للحواف وبنقللها من هنا. تمام. كنا شرحنا قبل كده برضو الريفاين ايدج. عندنا بعد كده هنقفل الصورة دي عشان نشرح الجرو والسيميلر. لو عندي صورة زي كده وجيت حددت على جزء صغير منها كده هنا وعملت تحديد عليه، وجيت هنا عند السلكت واخترت جرو، هلاقي ان هو جاب لي كل الالوان المقاربة للون اللي انا كنت عامل عليه سلكت. تمام. والفرق ما بينه وما بين سيميلر ان السيميلر بيجيب لي كل الاجزاء حتى لو في ما بينها فواصل. لو جيت اخترت سيميلر هتلاقي ان هو جاب كل الالوان المشابهة للون اللي انت عامل عليه سيلكشن. تمام. وكل ما بتدوس سيميلر كل ما بيزود عدد السيلكشن. تمام. هو ده الجرو والسيميلر. عندي بعد كده edit in quick mask mode، اقدر اجيبها من هنا واقدر ادوس على علامة الكاميرا اللي موجودة هنا هوصل لها برضو. لو جيت دوست كده دي بعمل ايه؟ بستخدم الفرشة وبقدر اعمل سيلكشن بالفرشة. طبعا لو جيت تحدد كده اي جزء انت بتحدده بالفرشة كده وبيبقى موجود عندك باللون الاحمر كده، ده معناه ان انت حددت الجزء ده. ولو جيت تدوس تاني على علامة الكاميرا من هنا، تمام، هتلاقي ان الاجزاء اللي انت عملتها بالفرشة اتحولت لسلكشن. تمام. طبعا اللود سيلكشن والسيف سيلكشن كنا شرحناهم مع ادوات السيلكشن. وهنا نيو 3 دي اكستروجن دي هنشرحها مع قائمة ال 3 دي ازاي تحول السيلكشن ل 3 دي. وبكده نكون انتهينا من الدرس رقم 18 من كورس الأساسيات. كان معكم محمد صابر أرتست. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.